السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد عمرو من قناتكم ايجيبشن كارز. طبعا الفيديو ده في ناس كتير قوي منتظرته، كانت طلبته مني وأنا آسف إن اتأخرت فيه، بس كان للأسف بسبب ظروف يعني خارجة عن إرادتي. احنا حاليا في البايك اكس 55، وفي ناس كتيرة جدا طلبت اشرح لهم بالتفصيل الشاشة الوسطية اللي هي قدام السواق اللي هي بتاعت العدادات، والشاشة التانية اللي هي الشاشة الوسطية اللي تقريبا فيها كل حاجة، لأن العربية ما فيهاش أي زرار تقريبا. كل حاجه تكييف، سيستم، اوبشن، اندرويد اوتو، ابل كار بلاي، على الرغم ان العربيه اللي معايا الفيرجن دوت ما كانش فيها لا اندرويد اوتو ولا ابل كار بلاي. بس قريب التوكيل هيحل المشكله دي، ان هو هيجيب جهاز ويوزعه على الملاك. فهشرح لكم شرح يعني سريع، وفي نفس الوقت هحاول اقول جزء من التفاصيل يعني. نيجي لاول حاجه للشاشه الوسطيه. طبعا الشاشه دي واضحه، ما فيش اي حاجه، جايب لك هنا البنزين باقي فيه قد ايه. ده لو انت السرعه بتاعتك، ده الار بي ام. طبعا ده الار بي ام بتاعك، ده درجه الحراره بتاعت الموتور. وده لو انت فاتح اي باب، يعني مثلا جرب افتح الباب كده هتلاقوا بان. طب هنا في عندك البكر دي بتاعت الكاميرات 360 درجه، بس دي ليها علاقه بالشاشه اللي هنا فاشرحها لوحدها. نيجي هنا البكره اللي في النص، في هنا بكره بس ممكن ما تبانش بسبب الضلمه، انا هحاول حتى انا اقول لكم اضاءه يعني عشان تشوفوا شويه. في هنا بكره كده بانت تقريبا. البكره دي لما تحركها انت كده بتتحكم في انظمه. هنا بيجيب لك كل حاجه، باقي لك قد ايه على الصيانه تقريبا. بيقول لك هنا العربيه ماشيه كام كيلو. تنزل تحت يقول لك ده استهلاك البنزين. طبعا الاستهلاك عالي لان انا جوه مدينه، يعني الاستهلاك على فكره بتاع العربيه عالي لان انا داخل المدينه، فعشان كده ممكن تلاقي البنزين مش احسن حاجه. لكن على الطرق السريعه مثلا وانا مسافر سجلت معايا زي ما انتم شفتوا هنا مثلا، من ساعه ما بدات بتافرج 7.5 لتر كل 100 كيلو، ارقام كده يعني، رغم ان انا مشيتش كتير. فعلى حسب يعني، على الطرق السريعه بصراحه استهلاكها كويس، بس داخل المدينه زي معظم العربيات يعني ما استهلاكها مش احسن حاجه. نيجي بعد كده تركه كمان بالبقره. ده درجه الحراره بتاع كل فرده، وكل فرده الضغط فيها قد ايه بالظبط. وهنا لو في عندك اي ايرور في العربيه، وده لو انت موصل بالعربيه بالبلوتوث، ودوت لو انت مشغل حاجه على الميديا بتاعت العربيه، ودي العدد التاني. هنا الناحيه التانيه دي بقى لو انت مشغل زي ما قلت اي حاجه لها علاقه بالبلوتوث، تتحكم هنا بشكل كامل وترد وتقفل من البلوتوث. ده السورس لو عايز تغير الراديو او الكلام ده كله. تقريبا ده كل حاجه هنا اي حاجه بتظهر، اي ايرور بيبان. الرادار يعني مثلا، الرادارات بيقول لي ان هو شغال، بس مثلا مش عشان حاليا واقف، فمثلا مش منور اخضر. طبعا مش منور اخضر معناه ان هو كده متفعل، بس حاليا مش شغال عشان انا واقف. لكن لما تيجي تمشي وتلاقي ده بان معاك منور اخضر، ممكن اعمل لكم فيديو تاني في تجربته كده وابين لكم الكلام ده. تمام، كل حاجه باينه يعني. انا بحاول برضو اجري في الفيديو عشان ما يبقاش طويل قوي عليكم. نيجي بقى للشاشه اللي في النص. الشاشه اللي في النص طبعا مشغل التكييف. الشاشه دي فيها تقريبا كل حاجه في العربيه. هنا ده لو انت موصل بلوتوث او ميديا، دوت الراديو، ده الراديو بتاع العربيه. تمام. طبعا الصوت لو عليناه شويه. وعلى فكره العربيه السبيكر بتاعتها كويسه، بس لما نقفل الاوبشن كده اقول لكم عليه دلوقتي يعني بيفرق معانا شويه. تمام. ده الراديو. الاستجابه بتاعت الشاشه على فكره كويسه مش وحشه يعني. ده هنا لو انت حاطط قلب مصور، طبعا ما حدش بيستخدم الكلام ده كله. ده لو انت موصل بلوتوث. وده اللي هو الايزي كونكشن اللي هو الكاربت لينك. ده لو انت موصل العربيه بسلك ومحمل الابلكيشن بتاع الكاربت لينك على الموبايل، وبتوصل العربيه كونكت بالعربيه. بس للاسف دي مشكلتها ان هي تبقى ميرور، يعني كل حاجه على موبايلك بتظهر على الشاشه، فدي مش احسن حاجه من وجهه نظري. التكييف لو انت عايزه عندك حاجه من الاثنين، يا اما في هنا زرار بتخصصه انت في السيتنج. انا من الناس اللي اول ما بدوس هنا يقوم مشغل التكييف، انا مخصصه للتكييف. ليه؟ عشان وانا سايق ممكن ما اعرفش اسحب من تحت لفوق كده، فيبقى اسهل لي. هنا ده الاتجاهات فوق، يغير الاتجاهات طبعا. تمام. ارشح لكم الاول بقى التكييف بما اننا فتحناه. دول سرعات. على فكره التكييف سرعته عاليه جدا، يمكن هتسمعوا صوت الهواء في الفيديو. مش عارف ظهر معاكم صوت الهواء ولا لا، بس انا الجو كويس فانا مقلل اقل حاجه عشان برضو الصوت ما يضايقكوش. العربيه النسخه اللي معايا اعلى فئه فيها تبريد وتسخين كراسي بثلاث درجات تبريد وثلاث درجات تسخين للكرسيين. يمكن الكرسي اللي هو بتاع السواق. بصوا هي في حاجه ان انت لازم تبقى دقيق بالظبط، يعني انت بص لازم تبقى راسي ايه على الكرسي. هي حاليا هنجت اصلا يعني فاهم اللي هي خلاص. بص هي طالما كده مش هتختفي، لازم انت تدوس اوف. بس انا عشان مش بشغلها كتير قوي فمش يعني مش بروح قوي للاوبشن ده، مش بروح له كتير. تمام. اهي وتدوس هنا اوف لو انت عايز تطفي. عايز تشغلهم انا مثلا اشغل البارد، وبتحسها في الكرسي. يعني انا بصراحه بتحس في الكرسي تحتيك ان في صوت هواء، وان الهواء ابتدى يطلع على ظهرك يعني ورجلك. تمام. وتقوم قافلها من هنا كده. بتحكم هنا درجه الحراره. هنا طبعا عشان اعملها سيركونايز ان هي يمين زي شمال ممكن تقفلها لو انت عايز. بتتحكم في اليمين لوحده وفي الشمال لوحده كده. يعني مثلا هنا هتلاقيها 21. انا بس برضو مش عارف ان انا اصور في نفس الوقت ماسك الموبايل، فمش عارف اظبطها قوي يعني. بس انا بحاول ابين لكم قد ما اقدر. لو عملنا هنا سيركونايز يبقى هنا 21 زي هنا 21 يمين زي شمال بالظبط. حتى ممكن نعمل زوم اوت حاجه بسيطه.
تمام. ده اي سي ماكس لو انت عايز اقصى حاجه. ده الاوتو، نظام الاوتو ده هو بص بيعملها، بس هو هتلاقيه على المروحه شويه، بس انا طبعا مش عايز اعلم المروحه لان انا مش عايز اضايقكم في الفيديو. ده لو انت عايز تجيب الهواء من بره او من جوه، انت اللي بتحدد من هنا. ده تقريبا كل حاجه في التكييف. طبعا هنا في سنه كتيره في التكييف، اللي هي بقى ايه السيلف دراي والبي فنتليت اللي هي والاوتو دي فوج، لو حاسس ان في شبوره يقوم عاملها لوحده، فاهم الكلام ده كله بقى. بس يعني مش كله بيتطرق للحته دي، بس الفكره دي مهمه جدا. في ناس كتير قوي ممكن تجيب العربيه اصلا او التكييف عشان حاجه زي كده. في ناس بتهتم قوي بالموضوع ده على فكره، بس ما اظنش ان المصريين دي اولويه عندهم حاجه زي كده، مش هي اللي بتفرق معاهم من العربيه للتانيه. ده بالنسبه للتكييف. نيجي لحاجه تانيه بقى من وجهه نظري. دي زي قائمه سريعه، اللي في الجنب دي كلها قائمه سريعه. يعني ايه مثلا؟ هنا ده الدرايفنج مود، وده في شرح كتير قوي هنشرح لكم دلوقتي. بس نيجي لحاجه تحتها، ده البارك، بس عشان حاليا مش رابط الحزام، فدي بتاعت السنسور بارك الامامي والخلفي. دي الاوتو بارك بتاع العربيه، فيها اوتو بارك تمام، بس هو حاليا مش هيشتغل عشان واقف برده، لازم تكون رابط الحزام. دي الكاميرات ال 360 درجه، دي الاماميه. على فكره الكاميرا الدقه بتاعتها كويسه، بس هي بس عشان عليها تراب، بس هي الكاميرا كويسه جدا يعني. دي الكاميرا الخلفيه زي ما قلت لكم، بصوا الكواليتي بتاع الكاميرا كويس. وطبعا اتجاهات يمين وشمال، وفيها طبعا 360، ففيها كاميرا هنا وفيها كاميرا الناحيه الثانيه. ففيها شويه سيتنج كويسه. هنا برده يعني مش هقدر اشرح لكم الكلام بالتفصيل. طبعا العربيه فيها بلايند سبوت، من ضمن الاوبشنز بتاعت العربيه فيها بلايند سبوت. الانتليجنت اوبن، الكار ترانسبيرنت. دي في حاجه تانية، ان انت لو مثلا واقف وجيت تدي اشاره، بس مش عارف ده هتظهر معانا واحنا واقفين ولا لا. اديت مثلا اشاره يمين اهي، ده اشتغلت يعني. اديت اشاره يمين، المرايه اليمين هنا بتشتغل. لو قفلت الاشاره بتقوم قافله يعني. وفيها اوبشن تاني، انت عايز تقفل الكاميرا وجابت لك مثلا، تقوم دايس على زرار 360 ده يقوم قافل على طول الكاميرا من نفسه. تمام، يعني ادوس عليها يقوم فاهم ايه قافل الكاميرا. فده برضه اوبشن موجود في الطار عشان يسهل عليك لو انت بسايق وعايز تقفل الكاميرا او حاجه، فده يبقى اوبشن ليك بحيث يسهل عليك الموضوع. نيجي بقى هنا بعد كده، ده انظمه القياده سريعا. العربيه فيها 3 انظمه قياده، والرابع ده سمارت. يعني ايه؟ انا مش على الكومفورت، في الايكو ده الموفر، وحتى بتلاقي هنا علامه الايكو، سمعت الصوت في هنا الايكو ظهرت وقلبت اخضر. السبورت ده بيبقى عنيف شويه، حتى تلاقي صوتها عنيف، سمعت الصوت. وهنا السبورت، على فكره السبورت بتاعها عنيف جدا بجد. السبورت بتاعها العربيه دي جرايه، ويمكن في الفيديو بتاع تجربه القياده هشرح لكم الكلام ده بالتفصيل. وده السمارت، هو بقى على حسب بيكتب لك هنا سمارت، ده على حسب بقى انت سواء انت بتجري انت او العربيه بتفهم وبتقوم عامله السيستم بتاعها او الدرايف مود بتاعها اوتوماتيك مع نفسها. كده رجعناها كومفورت تاني. نيجي هنا، دي شنطه، طبعا مش هتدوس عليها عشان ما تفتحش الشنطه. بتفتح الشنطه من هنا اوتوماتيك، يمكن افتحها واقفلها على طول، يمكن سمعت الصوت. وبعد كده ارجع اقفلها تاني من هنا، وبيكتب لك اوبننج او كلوزنج برده، يقول لك اللي بيحصل عشان تبقى فاهم. نيجي بقى للقائمه دي سريعا كده. الكومن يوز ده اللي هو سريعا، اللي هو زي ما قلت لك، ده ايكو، ده سبورت، ده سمارت، وده الكومفورت اللي ماشي عليه. ده حاجه مثلا ان انا سنت ازاي اقوم اعلي لك زي ما انت شفت المساحات كده، كده تنزل مساحات تاني. اوتو هولد ده بيشتغل بس لازم تكون لابس الحزام، والهيلد سند كنترول برده بيشتغل وانت لابس الحزام. ده فكره الاوتو هولد هنا مش شغال بالزرار، هنا شغال بالفرامل. يعني انت لو واقف في زحمه ودوست فرامل جامد شويه، تلاقي الاوتو هولد معاك اتفعل. وده من وجهه نظري احسن بكتير قوي من ان انا اشغلها بزرار، يعني اريح بكتير. وانت سايق انت تدوس فرامل جامد شويه بيتفعل على طول. وطبعا الهيلد سند كنترول انا كده فعلته، بس ايه، وهنا برده ظهر قدامي هنا هيلد سند كنترول. بس هو الاوتو هولد ما بيشتغلش زي ما شفت هنا. بليز وير اسيت بيلت، لازم تكون لابس الحزام، انا اسف، عشان تقدر ان انت تفعل الاوبشن ده. تمام. نيجي هنا نتحكم بقى في السرعه بتاعت اللوك بتاعت الابواب. تمام. الابواب اللي عايز انهي دور اللي يقفل يفتح اوتوماتيك لما تقفل العربيه. السواق بس ولا الاربع ابواب كلهم. انتليجنت دور انتري دي ان هو بيبقى اعلى فئه اللي انا فيها، بيفتح ويقفل المقابض لوحدها. تيجي هنا الشبابيك، العربيه دي فيها اوبشن اللي هي ويندو مثلا. نيجي لحاجه ريموت كنترول ويندو اب وداون، ده من ريموت العربيه ممكن تفتح وتقفل الازاز. الكار لوك اند ويندو كلوز اون رين، دي واللي تحتها برده اللي هي ويندو تو كلوز اون رين، ان ده لو في مطر بتلاقي اللوك بتاع العربيه قفل، والازاز لو انت فاتح اي ازاز في العربيه بيقفل اوتوماتيك. تمام. والسان روف اوتوماتيك كلوز ان هاي سبيد، لو انت على سرعه عاليه بيقوم قافل السان روف بتاعتك. وريفيو ميرور فولد اوتوماتيك، ريفيو ميرور فولدز اوتوماتيك، اللي هو المرايه الخلفيه بتضم لوحدها وتفتح لوحدها، يعني اللي هي المرايات الضم الجانبيه. تمام. نيجي بعد كده اللي عندك هنا اللايت ده بتاع العربيه بالتفصيل، مش عايز اقعد اشرح لكم حاجه يعني عشان ما دخلكوش في حوار عشان الوقت. الامبيانت لايت عامل فيها 64 لون، وممكن تتحكم انت هنا. انا مثلا عاملها هنا. بريتنج ده بيبقى نظام، سانسيت لايتس ده نظام، ماذر نيتشر ده نظام، انتليجنت جالاكسي، كل حاجه فيها نظام. وده اللي انا مختار الانكريدبل جالاكسي، بيغير بين الالوان هو.
تمام. انا ممكن اختار اللي انا عايزه واقلل البرايتنس، اقلل البرايتنس بتاعتهم وبيسمع على طول. يعني ممكن مثلا كده ده البرايتنس قليل انا عليته فبين قدامكم، يعني كل حاجه بتسمع على طول والالوان بتتغير لوحدها يعني. هي العربيه فيها طبعا 64 امبيانت لايت على ما اتذكر. الساوند، اللاودنس كنترول ده بقى الجوكر من وجهه نظري. ليه؟ الاوبشن ده لما بتفعله كده بتلاقي السماعات صوتها بطيء جدا، بيعلي البيز ويعلي الكواليتي بس الصوت بيبقى ضعيف. عايز تعلي الصوت وحاسس ان الصوت ضعيف اقفله بس مش اكتر يعني. طبعا برده مش هطول عليكم اكتر من كده. الساوند افكت ده كل واحد وذوقه. الدرايفنج بقى نيجي، دي كل دي انظمه امان. هنا قفلت الاي اس بي، حتى هنا باين لك على الشاشه خلي بالك ان الاي اس بي بتاعك مقفول، بس انا بحب اشغله. العربيه فيها وايرلس تشارجنج اعلى فئه اللي معايا، ده مكانها هنا. ده وايرلس تشارجنج كنت شرحت لكم في الفيديو قبل كده، لو عايزين ترجعوا للفيديو بتاع شرح التفصيل بتاع العربيه من بره ومن جوه بالظبط. يعني وشويه عوامل امان هنا. دي هنا اللي هي انتليجنت كروز كنترول، ده بيفعله. وفي هنا دراع في الجنب، هحاول اظهركم مش عارف هيبان ولا لا في الضلمه. في دراع هنا بس مش هيبان في الضلمه للاسف يعني. الدراع ده بيتحكم في العربيه في اللي هي الكروز كنترول بتاعها، طبعا انتليجنت بيسيستم نفسه على العربيه اللي قدامك لو انت مفعله. والعربيه زودت سرعتها بيزود معاها طبعا على حسب انت محدد سرعتك كام. لو العربيه فرملت فجاه، العربيه اوتوماتيك بتفرمل فجاه وتهدي سرعتها عشان ما تخبطش فيها. بس انا طبعا الكلام ده كله يعني مش مفعله حاليا جوه المدينه، مش محتاجه جوه المدينه. انا اللي مشغله اللي هو اللان كيب اسيست، مجرد بس بيديني ديتكشن، لكن مش مخليها ان هي العربيه تتحكم ان تخرج او تراجع نفسها في المسار لوحدها. انا بحب اتحكم في العربيه، انا بس مجرد ان انا ايه حاطط ان انا ابقى هي تنبهني. يعني بيظهر هنا قدامه لما اجي ماشي، انا مثلا عملت كده، انا هحاول اظهرها لكم. بيظهر هنا يمين وشمال، بيظهر لي علامات الطريق ينبهني. ولو جيت اخرج من الحاره بيقوم منور هنا او هنا ايا كان الاتجاه اللي انا ماشي فيه، بينور احمر عشان ينبهني ان انا كده خلي بالك انت خارج من الحاره، وبيديني زي صوت الارم بسيط يعني. دي بقى كارثه يعني، على طول بتجيب لي مشاكل. هي طبعا اوبشن كويس جدا بس في مصر عامل قلق. العربيه دي الاوتو بريك، بمعنى ان انت لو ماشي وحد قدامك عدى مثلا فجاه او حتى فكر، تلاقي العربيه فرملت مره واحده. ودي كانت للاسف مرتين ثلاثه هتخلي حد من ورا يخبط فيا بسبب الموضوع ده، ان هي العربيه بتفرمل فجاه. فانا لو انت ماشي وفي جوه حته زحمه قوي مثلا وسط البلد او الكلام ده والدنيا مش احسن حاجه في الزحمه، احسن تقفله يعني. وده خلي بالك لازم تقفله كل مره هتدور فيها العربيه، يعني مش بتقفله وخلاص، لا، لو بطلت العربيه ودورتها للاسف ده بيشتغل تاني لوحده. فانت خلي بالك وحاول تخلي السنسيتيفيتي ديت لو، عشان يعني ما تتفادى ان هي العربيه تعمل الارم ده، او ان هي الحساسيه بتاعتها ما تبقاش عاليه قوي في الحاجه زي كده، عشان ما حدش ورا ممكن لو انت ماشي وراك توك توك الناس دي يعني ممكن يقوم خابط فيك، فربنا يكفينا الشر. ده انا قافله خالص، تورن اوف فاهم بالنسبه لي ملوش لازمه. ده اللي هو بيساعدك بقى في برضه من ضمن السيفتيز يعني كلها، ان هو ده من وجهه نظري اللي انا شايفه، وده اللي فهمته من الكتالوج، ان ده اللي هو التوتال سيفتي ستاندر. ولا عايز عربيه تبقى سنسيتيف عاليه قوي، انا عاملها تورن اوف اللي هو مش مهم يعني. تمام. وده اليونت بتاع العربيه، انت عايزه متريك ولا عايزه امبريال. وده السبيد ريمبر على 120، انت ممكن تحدده على فكره، خليها من 95 يعني ينبهك لما العربيه تطلع فوق سرعه معينه، انت اللي بتنبهه السرعه معاك لغايه 160. ده تقريبا كل حاجه في الشاشه هنا في الجزء ده يعني. هنا طبعا ده السيستم مانيوال وده الكار مانيوال. لو انت مش عارف تحمل الكتالوج فده الكار مانيوال معاك، وممكن تحمله بي دي اف اهي. الكتالوج كله بتاع العربيه بتلاقيه هنا. ده اوبشن حلو قوي ان هو يحمله لك، عشان لو انت في حته ما فيش معاك مثلا النت مش عارف تجيبه، يبقى معاك الشاشه اهي فيها هنا. وده كلام سيستم مانيوال شرح لك كل حاجه بالتفصيل، كل حاجه وكل زرار. يعني دي حاجه حلوه في العربيه من وجهه نظري يعني، ما اعرفش موجوده في حاجات كده ولا لا. تيجي نسحب من فوق. العربيه دي فيها الميموري سيتس، في عندك الثلاثه ميموري سيت. النايت مود او الدي مود او الدي لايت اللي هو بتنور ابيض، تمام. بس انا هخليها نايت مود عشان بحب تبقى الدنيا هاديه. السكرين بتاعت فيها دونت ديسترب، دي اللي هو مش عايز اي حاجه تزعجك، مش عايز اي نوتيفيكيشن. الاضاءات بتاعت الشاشه، تمام. وده الصوت الفويس. العربيه فيها واي فاي، فيها بلوتوث بس انا مش هشغله، ده لو في مسج. السيتنج بقى نخش على السيتنج بتاعت العربيه، ده البلوتوث، السيتنج بتاع البلوتوث كله. واي فاي بتاع العربيه. السم دي بتحكم انت بقى ايه، زي ما قلت لك انا عاملها اوتو، عايزها نايت، بس انا مخليها نايت بصراحه عشان الحر الصبح ساعات الشاشه بتسخن، فانا مخليها نايت على طول عشان اتفادى حراره الشاشه. ده بقى انظمه هنا مختلفه، بيغير السيم بتاع العربيه كلها. فعندك الايرا هنا، وبعد كده في عندنا تاني اللي هو الياس، ده اللي هو بتاع الشباب، تمام. وزي ما شايفين الاستجابه بتاعت الحاجه سريعه بصراحه يعني، دي ميزه بتحسب لها، تمام. كل حاجه وليها سم، بس احنا ماشيين على الايرا دي اللي كان الستاندر بتاعت العربيه. اللغات عندك اسباني، عندك عربي، وعندك صيني، وعندك انجليزي. دول الاربع لغات المتاحين في السيستم بتاعته. ده الفيرجن، ده احدث فيرجن نازل للسوفت وير حاليا. وده لو انت عايز تعمل ريسيت للشاشه كلها تقريبا. ده يعني كل حاجه في السريع كده عن الشاشه. وتمام دي روح العربيه. فلو في اي استفسار تاني، اي حد عايز اي حاجه يقدر يبعت لي، وان شاء الله انتظروا تجربته كده بتاعت العربيه دي قريب. هنسوقها ونشوف ادائها ونشوف اداء الفرامل، نشوف كل حاجه فيها ان شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في أمان الله ورعايته.